في سؤال بيتسأل لأي مليونير عايزهم يستضيفوه ويقولوا له لو خسرت كل فلوسك هتقدر ترجعها تاني. الغريب ان هو دايما بيرد بيقول ان هو هيقدر يرجعها تاني وبسهولة وبسرعة. وده خلاني أسأل نفسي سؤال: هي ايه الحاجة اللي عندهم ومحدش يقدر ياخدها؟ معظم الناس فاكرة ان الثروة فلوس او بيت او حساب في البنك او عربية، ولكن دي النتيجة مش أصل الثروة. ده حتى في ناس بيبقى معاها فلوس حصلت عليها بطريقة ما، سواء ورث أو حتى الناس اللي بتكسب يا نصيب، ولكن هي فقيرة من جوه وبترجع تخسر كل الفلوس دي مرة تانية. ويمكن ده الفرق ما بين شخص بيتكلم إن هو لو خسر مليون دولار يقدر يرجعهم تاني بسهولة، وشخص تاني حتى لو جات له الفلوس بيخسرها بسهولة. لأن الثروة الحقيقية هي 4 حاجات: مهارة، تعرف تبيع تشتري أو تبني شيء الناس محتاجاه، او تحل مشكلة فهتعرف تكسب تاني، او مجموعة من العلاقات تقدر تختصر عليك سنين، او هي طريقة تفكير. يعني الغني يشوف الحاجة فرصة والانسان العادي يشوفها مخاطرة، او مجموعة من الخبرات اتجمع عندهم داتا كتير من كتر الفشل والتجارب. الفلوس ممكن تضيع، لكن الشخص اللي عرف يعملها مرة غالبا هيعرف يعملها تاني. وعشان كده لازم نبني نفسنا قبل الفلوس. لازم ندور على المهارات ونتعلم صناعة محتوى، لغة، تجارة، ونشتغل على طريقة تفكيرنا، يبقى عندنا صبر أكتر وانضباط أكتر، وإن احنا نتحمل الفشل والتجارب. وخد بالك السوق بيدفع مش لوقتك، لقيمة وقتك. وده الفرق ما بين شخص بياخد 50 جنيه في الساعة وشخص تاني بياخد 2000 جنيه في الساعة. وكمان العلاقات، شخص واحد صح تعرفه ممكن يختصر عليك سنين من المجهود واللف والتعب والتدوير. وخد بالك الهدف مش الفلوس، ولكن الشخصية اللي بتبنيها مع الوقت وقادرة تكسب فلوس في أي وقت. ويمكن عشان كده المليونير الحقيقي مش بيخاف من الصفر، لأنه فاهم إن الثروة عمرها ما كانت في حسابه البنكي، ولكن في الشخص اللي بناه طول الرحلة. وعشان كده لازم تبدأ رحلتك صح، حتى لو بخطوة واحدة صغيرة، واشتغل على نفسك، لأن ده محدش يقدر يسرقه منك.